ها فهمتي الكتكوت. بسم الله ما شاء الله. عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. البنات هنايا غادي نصاوب المحاجب. اول حاجه كنبدا بها هي البنات هي البصله. قطعت واحد 3 البصلات كبارات، غنخليهم حتى يبداو كيتشحروا، ودرت الزيت البلديه معاهم، ونضيف عليهم شويه ديال الملحه. ندير شويه قياس صافي. كيف ما كتشوفوا البنات ضفت عليهم واحد المعلقه ديال الشحمه. البنات هاد الشحمه انا صوبتها على حسب بحال الطريقه ديال القديد. ذوبت الشحمه ودرت ليها داك التوابل ديالها، ودرت ليها زيت القديد، قطعته فيها مزيان وطحنته ميكسيتو. وكيف ما كتشوفوا هنا كنديرها في القرعه ديالي. وقت ما كنصاوب شي حشويه البنات كنديرها فيها. درتي العدس كديريها فيها، درتي مثلا مخبيزات معمرين ديال الشحمه كيجيو فيها زويونين يا البنات. دابا يا البنات بحال هكا باش طيب مع هاد البصله. نخلي البصله بما كطيح ليا البصله غنقطع مطيشه. بالنسبه للمطيشه يا البنات 3 ديال المطيشات كبارات. دابا نخليها كتشحر ونقطع المطيشه ديالي. ها هي البنات البصله ملي بدات كطيح ليا شويه غنضيف عليها دابا المطيشه. البنات بالنسبه لهاد الشحمه اللي قلت لكم، يعني ملي كتذوبوها مع القديد ما كتجيش فيها ديك الريحه ديال القديد، كتجي زوينه في الحشوه. ها هي المطيشه ديالي من بعد ما قطعتها. ندير شويه ديال الطحينه، فلفل احمر، شويه ديال الابزار، فلفل اسود، شويه ديال الكركم، شويه ديال السكنجبير، وغندير شويه ديال الهريسه باش ما يجيش حار بزاف. وبنا شويه ديال القزبور، غنضيف عليهم المعدنوس. هنا كيف ما كتشوفوا درت المعدنوس والثومه وغنضيف عليهم حتى هما. بالنسبه للبنات الحشوه ديالنا غنخلوها حتى تنشف، باش ملي كنبقاو نعمروا دوك المسيمنات ديالنا ما
يعني ما كتقطعش لينا داك العجينه. والحشوه ديالنا يا البنات كنخلوها حتى كتبرد، عاد ديك الساعه كنعمروا الخبيزات دوك المسيمنات ديالنا. صافي نخليها دابا تتنشف ليا. هنايا البنات درت كيلو ديال الدقيق ديال الفورس تيب 45، ودرت هنايا الدقيق ديال فينو. بالنسبه للدقيق ديال الفورس درت فيه كيلو، وبالنسبه للدقيق ديال فينو درت فيه زلافه ونص. هنايا البنات غندير شويه ديال الملحه. وبالنسبه ليا البنات انا بالنسبه لعصا الدقيق انا كنكثرو ماشي على اساس هاد كيلو وزلافه ونص على حساب باش ندير به ديك الحشوه كامله، لا، هذا باش ملي كنصاوب دوك المسيمنات ديالي كنعمرهم كيبقات ليا ديك العجينه صافي كنعاود كنصاوب بها مسيمنات اخرين ناشفين باش هكا كنربحو نيت الوقت. وغنديرو هنايا شويه ديال السكر على حساب اللون، غير شويه. صافي دابا غنعجن العجينه ديالي بالماء، ما نضيف لها حتى شي حاجه. وملي نسالي البنات نجمعها في ميكا، ندهنها بالزيت نجمعها في الميكا، هذا كيخليها كترطاب. البنات من بعد ما عجنت العجينه ديالي وشكلتها كواعات صغار خليتها كترتاح، درت لها داك السلفان يعني قطعتهم بالزيت وخليتها كترتاح. دابا غنبدا نطلقهم وندير الحشوه ديالي. هما البنات كيف ما كتشوفون حاجب، وراه كيجيو محلولين من الداخل يا البنات وما تيجوش معجنين. وبالنسبه للسمن هو كيف ما كتشوفوا يا البنات، ها هو في الداخل كي كيجي راه كيجي البنات مورق. ها هو البنات
الشرموله ديال الدجاج. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاجو في الدجاج باش نشرملوه هما هادو. اول حاجه غنحتاجو زعفران شعره، زيت الزيتون، الزيتون، المروزيه ديال الدجاج، شويه ديال الابزار، يعني الابزار ما كنكثروش بزاف يعني القياس، تومه، السمن، الحامض المصير، الكركم، السكنجبير، البصله والقزبر مخلط مع المعدنوس. كل حاجه كنديروا منها شويه شويه شويه. غندوزو للطريقه، غنشدو هاد المكونات كاملين وغادي نشرمل بهم الدجاج ديالي. اللي ما مزروبش يخلي الدجاج مرقد، لان الدجاج محدو هو كيبقى مرقد في هاد العطريه وهو كيجي زوين. وبالنسبه للزيتون كنخلوه هو اخر حاجه حتى كيطيب لينا الدجاج. عاد ديك الساعات كنديروا فيه هاد الزيتون. كيف ما كتشوفوا هنا بعد ما قرب كيطيب ليا اللحم غندير ليه دابا زعفران شعره. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للزعفران شعره كنحطو فوق الكوكوط مع داك السخونيه. الا كان بارد عليه كان برد كنحطوه فوق الكوكوط هكا صافي حتى كيسخن شويه فوق منها، ومن بعد صافي كنحكوه على الدجاج هكا كنفرتتو على الدجاج. ها هو كيف ما كتشوفوا بعد ما حكيتو على الدجاج هكا كنضيفو في الاخير باش كيبقى داك الجهد ديالو. دابا نخلي ديك المرقه ديالي حتى تريكل. وبالنسبه للمرقه باش كتجينا خاطر هي البنات عرفتي حتى كتولي كتطلق داك الزيت ديالها، يعني داك الماء ديالها ما تيبقاش في هاد المرقه، كتبقى طيب 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 حتى كتولي ديك البصله كيولي كيطلع غير الزيت هكاك باش كتجي ديك المرقه معلكه. نضيف لها دابا الزيتون